ذات يوم كان رسول الله يريد الصلاة عند الكعبة، فقال له أبو جهل: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدوس على رأسك. فلم يطعه رسول الله، فتوجه إلى الكعبة، فقال أبو جهل: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدعو جميع قريش ليروا كيف سأدوس على رأسك. ولم يطعه رسول الله، فبدأ بالصلاة، فدعا أبو جهل قريشا، وعندما سجد رسول الله ذهب أبو جهل حتى يدوس على رأسه، لكن حينما اقترب وقف مذهولا صامتا ساكنا لا يتحرك، ثم بدأ بالرجوع. فقالت له كفار قريش: يا أبا جهل، هذا محمد، لما لم تدس على رأسه ورجعت؟ فقال أبو جهل جملته الشهيرة: لو رأيتم ما رأيت لبكيتم دما. فتساءلوا وقالوا: وماذا رأيت؟ فقال أبو جهل: إني بيني وبينه خندق من نار. ثم قال رسول الله: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وأنزل الله قوله عز وجل: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، لا تطعه واسجد واقترب. صلي على رسول الله.